السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض بتنجان الدقة اللي محدش فينا يقدر يقول له لا. معانا كيلو بتنجان، جبنا حله حطيناها على النار، حطينا فيها معلقه ملح، معلقه بابريكا، ومعلقه كمون، وثلاث معالق كبار خل، وحطيت نص كوبايه ليمون معصوره، ومعلقتين زيت بس ما بانوش في الفيديو، بس لازم يتحطوا. هنسلق البتنجان، هيقعد معانا على النار كده من 7 دقايق ل 10 دقايق على ما يستوي معانا البتنجان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنجيب كبه وهننزل فيها بمعلقتين شطه كبار. الشطه دي انا فرماها وركناها في التلاجة عندي. وهننزل عليها بمعلقه توم كبيره. لو ما عندناش شطه مفرومه ممكن نجيب فلفل، نجيب شطه ونيجي فرماها برضو. هننزل عليها بربع كوبايه ليمون، ونص كوبايه خل صغيره، ومعلقه ملح كبيره، ومعلقه كمون، وهنضرب كل ده مع بعض، ومعلقتين زيت كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنضيف معلقتين زيت، وهنضرب كل ده مع بعض. اذكروا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده ضربنا الخلطة مع بعض. ما شاء الله ريحتها جميلة، الخل مع الليمون مع الكمون مع الثوم، ما شاء الله. كده بقى البتنجان كان استوي معانا. هنطلعه في اناء وهنسيبه لما يبرد شوية، مش هنشتغل بيه على طول، هنسيبه لما يبرد. والميه اللي حضراتكم شايفينها دي طبعا مش هنرميها، هنعصها وهنقول لكم انا عايزاها في ايه بعدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الميه دي بقى مش بنرميها. كده البتنجان برد معانا، بقى نبتدي نحشيه. طبعا البتنجان انا كنت سلقاه شايله بس العرف منه، ما كنتش فاتحاه ولا اي حاجه. كده هنبتدي نفتح البتنجان وهنحشيه زي ما انتم شايفين معايا كده. ما شاء الله. طبعا بتنجان التاجول ده لا غنى عنه في اي بيت وفي اي وجبه، لازم يتحط معانا، هي تفتح النفس. طبعا زي ما انتم شايفين بنفتحه كده واحده واحده وبنحشيه كده. بعد ما حشيته كله ما شاء الله على شكله وريحته، هنحطه بقى في علبه بلاستيك علشان نحفظه في التلاجة. يقعد معانا بقى من 3 ايام ل 4 ايام في التلاجة. ما شاء الله. كده حشيته، وهننزل عليه بقى بقيه بالدقه اللي انا عاملاها دي. هننزل بقى كلها كده عشان تشرب البتنجان، يشرب من الخلطه دي. والميه بقى اللي انا قلت لكم عليها مش هنرميها دي، هنزود بيها البتنجان، هنزود بيها كده، نملى العلبه على البتنجان ونحفظه بقى في التلاجة. ما شاء الله. كده معانا احلى بتنجان مخلل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.